صباح الخير يا حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ بما ان النهارده برد جدا زي ما انتوا شايفين كده. احنا النهارده هنتغدى عدس ورز ابيض. طبعا وصفة العدس سهلة وكلنا عارفينها، بس الفيديو ده للبنوتات اللي لسه مبتدئات في المطبخ. هنسمي الله، واول حاجة هنعملها هنحط حلة مية على النار وهنحط فيها حوالي ربع كيلو عدس مغسول. هنضيف عليهم جزراية وطماطماية وتومة متوسطة، وهضيف عليهم كمان بصلاية متوسطة. وهنضيف عليهم البهارات ملح وكمون وكزبرة. هنغطي الحلة وهنسيبهم لحد ما يستووا. وخدي بالك ان العدس لما بيغلي بيفور علشان ما يبهدلكيش البوتاجاز. وتعالي بينا بقى دلوقتي نعمل شوية رز ابيض. بصوا انا هعمل كوبايتين رز ابيض، هحط عليهم كوبايتين ونص مية، لان كل كوباية رز بتاخد كوباية وربع مية بالظبط. وهنا هحط مقدار المية. ادي اول كوباية، ودي تاني كوباية، وهحط عليهم كمان نص كوباية. ودلوقتي هضيف للرز الملح بتاعه، وهضيف له نص معلقة سمنة. ودلوقتي هرفع الرز على النار، اغطيه واسيبه لحد ما يشرب المية بتاعته كلها. وعلى ما يغلي الرز تعالوا يلا بينا نعمل شعرية للعدس. هجيب طاسة واحط فيها معلقتين زيت، واحط عليهم نص كوباية شعرية. ودلوقتي زي ما انتوا شايفين كده الرز شرب ميته، هوطي عليه واسيبه بقى لحد ما يتردد براحته، بياخد له حوالي ربع ساعة كده، وبعدين اطفي عليه النار. ويلا بينا نشوف حلة العدس. زي ما انتوا شايفين كده استوى. هبتدي دلوقتي ان انا اجيب الهاند بلندر وانعمه بيه. وده شكل العدس بعد ما انضرب بالهاند بلندر. دلوقتي هضيف له بقى الشعرية، واغطي عليه واسيبه لحد ما الشعرية ما تستوي. وبعد ما الشعرية ما استوت دلوقتي بقى هنعمل طشة توم. هجيب معلقتين زيت واحط عليهم معلقة توم، واحمرهم على النار لحد ما يبقى لونهم ذهبي. وبعدين اضيف معلقة كزبرة واحمرها شوية معاها علشان ريحتها تطلع، واضيف ده كله على العدس. وزي ما انتوا شايفين كده العدس خلص، وكمان الرز اتردد. هطفي عليه ودلوقتي هحمر شوية عيش علشان الفتة.
في طاسة على النار هحط معلقتين زيت، وهحط عليهم شوية عيش متقطعين مكعبات صغيرة زي ما انتوا شايفين كده. وهحط عليهم كمان معلقة صغيرة توم. واقلبهم لحد ما العيش يتحمص وياخد من ريحة التوم. انا ما بضيفش التوم في الاول علشان ما يتحرقش ويبقى طعم العيش فيه مرارة او طعم مش لطيف. وبكده نبقى خلصنا وصفتنا النهاردة، اتمنى اكون افدتكم. اشوفكم في فيديوهات تانية ان شاء الله في كي كيتشن.